السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نتقاسم معكم الحلوى ديال الفرماج اللي كان عليها الطلب كتير. هاد الحلوى معروفة، هي من الحلويات القديمة اللي ما فيهاش مكونات كتارين، يعني كتحضر غير بثلاثة د المكونات الأساسية. يعني كتحضر بلا بيض بلا زيت وبلا خميرة، كذلك بلا مراشم، سهلة في التحضير، ممكن نخليوها حتى لآخر لحظة دغيا كتوجد. واللي كيخليها أنها جد مميزة هاد الحلوى هي أنها راقية، لا في المنظر ديالها واخا بسيط ولا كذلك في المذاق ديالها. كتجي هشيشة وكتدوب في الفم. اختاريتها لكم بثلاثة ديال الأشكال، واحد منهم غادي يكون بالكنافة. الكنافة كذلك كان عليها الطلب كتير هاد العام، يعني بغاو بزاف البنات الوصفات اللي كتحضر بالكنافة، فاختاريت لكم منها واحد الشكل اللي غادي تحضر بالعسل وبالكنافة، كيجي حتى هو رائع، لا في المذاق ولا كذلك في المنظر ديالها. نتمنى ان هاد الاشكال ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش انكم توصلوا لاكبر عدد من اللايكات، كذلك تشجعوني بالتعليقات ديالكم ولو انكم تعلقوا غير بشي ايموجي وفرجه ممتعه. بسم الله. فغادي نحتاج في المكونات، عندي هنا في جبانه غادي نحتاج 125 غرام ديال الزبده اولا نص ربعه، 3 ديال الحبات ديال الفرماج، وغادي نحتاج 200 غرام ديال الدقيق. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج لا غير في العجين. حتى الملحه ما ديروهاش، اولا رشيشه الملحه اللي عاده ضروري كنديروها في الحلويات ما ديروهاش، لان الفرماج بطبيعه الحال راه فيه الملحه. غادي نخلط مزيان الزبده مع الفرماج حتى غادي نسجمو ونحصلوا على خليط كريمي بهذا الشكل. عاد غادي نجمع بالدقيق. الدقيق هنايا في هاد الجبانه راه عندي واحد 225 غرام، لكن هنايا الا لاحظتوا راه غادي تلاحظوا انه وصلت ليا تقريبا واحد الملعقه كبيره ديال الدقيق، يعني تقريبا هنا غادي نحتاج واحد 200 غرام ديال الدقيق. فغادي نجمع العجين بشويه بشويه بهذا الشكل حتى غادي نحصل على واحد العجين ما كيلتصقش، وتكون بطبيعه الحال العجينه رطبه ما نقصوهاش. هذا الا بغينا انها تجي هشيشه كدوب في الفم فما نقصوهاش. بغيتوها تجي مقرمشه فممكن انكم ديروا الدقيق حتى يعني تحصلوا على عجينه تكون شويه واقفه، اولا تكون شويه شاده راسها بحال الصابلي. هنا معروف عاده ان الدوازتي العجينه ديالته تتكون رطبه على الصابلي، لكن بغيتو هذا العجين يكون مقرمش فغادي ديروا الدقيق حتى تحصلوا على عجينه بحال ديال الصابلي تماما. فهنايا بالنسبة إلا بغيتو تعوضوا الزبدة، هنايا درت الزبدة الحيوانية كتجي بها هاد الحلوى زوينة بزاف، في المذاق ديالها بنين، واخا ما نديرو حتى شي منسم. لكن إلا بغيتو تعوضوها فممكن تعوضوها بالمارغرين، لكن ديال البواطة ماشي المارغرين ديال التورق. المارغرين ديال التورق معروف عليه أنه ضروري خصنا نزيدو فيه الزيت، فهاد الحلوى مفيهاش الزيت، فممكن أنكم تعوضوها بالزبدة ديال البواطة. لكن ضروري تزيدوا شي منسم، يا اما الفاني يا اما اي منسم حسب الرغبه ديالكم. هنا بالنسبه لهاد العجينه ما كترتاحش مباشره ملي كنشكلوها، اولا ملي جمعتها بهذا الشكل حتى ما بقاتش كتلصق، فشكلت منها حريبلات وضعتهم في السيليكون. بالنسبه للسيليكون هذا الا كان متوفر، الا ما كانش متوفر ممكن انكم تشكلوها غير زميلجات صغارين وديروهم في الطاوه، لكن تهزوا شي يعني شي قياس تعتمدوه باش يجيوكم كاملين متقيسين. إلا كان متوفر عندكم السيليكون غادي ديروها بهذا الشكل، ما متوفرش فممكن ديروها كيف ما قلت لكم بالطريقه اللي ذكرت، اولا ممكن ديروها على شكل صبيعات. هاد الوصفه فايت حطيتها في القناه بجوج اشكال، يعني بالصبيعات كنت درتهم في العسل والكنافه، ومن بعد عاودت درتهم ودرتهم في الشكلاط مع الكورن فليكس. كذلك حضرتها بواحد الطريقه اخرى اني درتها بالشكلاط الابيض واللوز ايفيلي. وهاد المره بغيت نديرها بهاد الطريقه، حتى بهاد الطريقه كتجي بها زوينه بزاف والمنظر ديالها جميل، وكذلك كتخرج لينا كميه كثيره حيت درنا الحجم ديالها صغير. هنا غير هنا باش نوري لكم انه ماشي ضروري السيليكون. السيليكون الا كان متوفر فممكن انكم تستعملوه، ما كانش فممكن تشكلوها كيف ما شفتوا معايا. صافي هنا غادي ندخلها للفران العافيه من التحت حتى تبان لي بان بدات تحمرات. هي عاده ملي يعني تطيب تبدا تتنفخ وكتخرج لينا شويه من السيليكون، عاد نشعلو عليها من الفوق باش تكمل داك التحمر ديالها وتجيب هذا اللون اللي محمر وزوين بزاف. وبالنسبه لطريقه التزيين غادي نقترح عليكم جوج طرق كما قلت. غير هنايا غادي نديرو الطريقه الاولانيه غادي تكون بالعسل والكنافه. بالنسبة للكنافة غادي عندكم جوج طرق باش تحمروها، يا إما توضعوها في الطاوة وتدخلوها الفران
تكون العافية مهيلة من الفوق ومن التحت، وتبقاو تحركوها مرة مرة حتى تاخد لكم هاد اللون. بالنسبة ليا ما كنديرش نهائيا لا زيت لا زبدة، فقط الكنافة بوحدها. أولا ممكن أنكم كذلك تحمروها في المقلاة، فقط في المقلاة، يعني مقلاة تكون جافة ما فيهاش كذلك لا زيت لا زبدة. تبقاو تحركوها حتى تاخد هاد اللون اللي تيكون محمر خفيف. راه فايت حطيتها بجوج هاد الطرق في فيديوهات سابقة. إلا بغيتو الطريقة تشوفوها يعني صوت وصورة، فقولوا لي نعاود نحط لكم الروابط ديال دوك الفيديوهات اللي فايت حطيتها فيهم. هنا علاش ما وريت لكمش الطريقة، لأنها فايت يعني كانت عندي تبقات ليا من واحد الحلوى ولمدة طويلة، يعني هادي راه كانت عندي غير في الثلاجة عادي ماشي في المجمد لعدة أشهر. كنت حطيتها في واحد القرعة ديال التزاج وسديت عليها مزيان وصبرات معايا مدة طويلة، يعني ما وقع ليها والو، حتى القرمشة ديالتها بقات كيف ما هي. لأنني كما قلت لكم سابقا أنا كنديرها تتكون يعني بدون زيت وبدون زبدة. وبالنسبة للطريقة اللي اعتمدتها فهذه هي الطريقة اللي درت، يا إما أنكم توضعوها تغطسوها في العسل من بعد ديروها في الكنافة أولا دهنوها بشي شيطة. إلا ما بغيتوهاش هنا تاخد لكم كمية كتيرة من العسل، غير هنا إلا درتو كمية كتيرة ما تحطوش كاع الكنافة اللي عندكم في الطبسيل باش ما تفزقوهاش كاملها بالعسل، باش حتى مثلا إلا شاط لكم تشيط لكم تكون ناشفة ما يكونش فيها العسل، باش عاوتاني تستعملوها في وصفات أخرى يعني وما تضيعش، خصوصًا أن الكنافة كنحتاجوها في بزاف سواء للتزيين ديال وصفاتنا العادية ديال الدوازاتية اللي دخلت فيهم، أولا الحلويات الشرقية. الشكل التاني غادي نديروه بالمذاق ديال رافاييلو. بالنسبة لهاد الحلوى راه واخا ما فيهاش السكر نهائيًا في العجينة، لكن كتجي معقولة في الحلاوة بطبيعة الحال، لأن استعملنا الشكلاط وكذلك استعملنا العسل في التزيين. هنا من الأحسن أنكم تغطسوا فقط غير الوجه ديالها باش ما تجيش حلوة بزاف، وكذلك ما تهزش لكم كمية كتيرة من الشكلاط، يعني فقط الوجه غادي يكون كافي، ومن بعد نرشوه بشوية ديال الكوك من الفوق. باش تعطيكم مذاق زوين فاختاروا نوعية ديال الكوك تكون جيدة، اللي تكون الكوك الميدم هو اللي تيكون فيه النكهة د الكوك، ماشي بحال داك اللي تيكون جاف فيه غير المنظر. فعلا هو تتجي بيه الحلوى زوينة في المنظر، لكن ما تيكونش فيها حتى شي مذاق. بالنسبة للكمية اللي خرجت ليا غادي تخرج ليكم إلا درتو هاد الكمية بالضبط 550 غرام، يعني عفوا يعني البنات اللي غادي يبغيوها للطلبيات إلا بغيتو تصايبوا نفس الوصفة بطبيعة الحال هاد الوصفة راه مطلوبة، يعني غير كل مرة كيفاش كنديرو الأشكال ديالها، هاد المرة اقترحتها عليكم بهاد الشكل. إلا بغيتو أنكم تخرج ليكم كيلو فغادي ديروا ضعف ديال هاد المكونات. استعملتو الزبدة العادية فغادي تحسبوا ليها، حيت هنا غادي تدخل لكم خصكم 250 غرام ديال الزبدة إضافة إلى ما تبقى من المكونات. يعني إلا درتو 250 غرام ديال الزبدة من الأحسن أنكم ديروا 8 ديال الحبات ديال الفرماج باش تخرج لكم بالضبط كيلو ديال الحلوى. هذا هو الشكل ديالها، كتجي هشيشة كتذوب في الفم. إلا زينتوها بالكنافة راه غادي تكون شوية خفيفة في الميزان، لكن إلا زينتوها بالشكلاط فغادي تخرج لكم كيلو بالضبط. يعني إلا الملحة ففي قصرية غادي نوضع الزبدة من الأحسن أنها تكون بحرارة المطبخ. أنا هنايا درت كيلو. بغيتو البديل فممكن أنكم تعوضوها بديال البواطة، لكن المارغرين في هاد الوصفة من الأحسن أنكم ديروه، لأن ضروري أنكم تضيفوا الزيت، لأن المارغرين ماشي بحال الزبدة العادية ما كيكونش غني بالدهون وتتكون فيه الماء كتير. هنا في القصرية غادي نوضع الزبدة مع الفرماج وغادي نمعسهم مزيان بهذا الشكل. من الأحسن يعني يكونوا بحرارة المطبخ ملي نبغيو نخدموا هاد الحلوى، خصوصا إلا كان الجو شوية بارد نخرجوا الزبدة بنص ساعة وكذلك الفرماج باش ياخدوا حرارة المطبخ باش دغيا يندمجوا. صافي هنايا غير يندمجوا لينا غادي نضيف يعني غادي نضيف الدقيق شوية بشوية. صافي هاني حصلت على خليط كريمي. هنايا ضفت واحد الكيس من السكر الفانيلا، الا بغيتو تضيفوه الا ما بغيتوش فممكن انكم تستغنيو عليه، لان مازال غادي نفندها في الشوكولات وفي يعني في اللوز ايفيلي، وهي عموما راه كتجي لذيذه بزاف والمذاق ديالها اكثر من رائع. غادي نبقى نضيف الدقيق شويه بشويه في الاخير. هنا في الزلافه راه درت 500 غرام اولا نص كيلو،
وملي عبرت الكمية اللي تبقات ليا لقيت بأنها دخلت ليا 320 غرام ديال الدقيق. ممكن تدخل لكم أقل أو أكتر حسب النوع ديال الدقيق اللي عندكم. ديما في الحلوى نستعملو النوعية اللي كتكون جيدة، يعني اللي كتكون كتباع في الكرتونة. يعني فبزاف د البنات كيسولوني على الماركة اللي كنستعمل، فراه كل مرة والماركة اللي كنستعمل، لكن مؤخرا وليت كنستعمل الإتقان لأنه هو اللي كنلقى في الحانوت اللي كنتقدى منه. أما راه كاينين بزاف ديال الأنواع وكاينين بطبيعة الحال اللي الجودة ديالتهم أحسن من هاد الماركة اللي كنستعمل. المهم هو يكون الدقيق ديال الحلوى الخاص بالحلويات. صافي هنايا بعد ما جمعت العجين ديالي مباشرة غادي نحربلهم. المهم إلا عندكم نتوما الوقت فممكن تدخلوه على الثلاجة، أنا مباشرة حربلتهم على هاد الشكل. هذه غير تقنية إلا بغيتو أنكم تربحوا الوقت. وممكن كذلك أنكم تاخدوا قطعة قطعة صغيرة وتبقاو تشكلوها حريبلات بهذا الشكل. أنا هنا بعد ما قطعتهم غادي نعاود نشكلهم حريبلات وغادي نوضعهم في الطاوة. الطاوة هنايا مسحتها بشوية شوية ديال الزيت، يعني خديت الورق ديال المطبخ ودرت فيه شوية ديال الزيت ومسحت به الطاوة. فالمهم غير يعني نديرو الاحتياطات ديالنا. اما بالنسبه لهاد الحلوى راه فيها الزبده كما لاحظتوا، يعني ما غاديش تلتصق لينا نهائيا. الا بغيتو العبار بالضبط فهني عبرت وحده من هاد الحريبلات فلقيت فيها 11 غرام. المهم هنا غادي نستمر حتى غادي نعمر الطاوة ديالتي. وكما قلت ممكن هنا بالنسبة للعجين حيت ما دخلتوش للثلاجة، فإلا جاب الله خدمتوه مباشرة وبدا كيلتصق راه ضروري تضيفو شوية ديال الدقيق. هنا ما تبقى من العجين خدمته بهذه الطريقة. المهم نتوما راه كتخدموا بالطريقة اللي كتناسبكم واللي كتشوفوا بأنكم كتوفروا بها الوقت. هاد الحلوى يعني واخا فيها مكونات قليلين راه تبارك الله راه كتخرج لينا كمية لا بأس بها. غادي خرجت لي هنايا 70 حبة. يعني واخا ما فيها لا زيت لا بيض لكن كتخرج. المهم نتوما الا بغيتو كمية اكتر ممكن تضاعفوا المكونات، بغيتو كمية اقل ممكن ديروا النصف ديال المكونات. الا بغيتو 35 حبة فممكن انكم ديروا غير 125 غرام ديال الزبدة مع 4 د الفرماجات. صافي أنا بعد ما قديتهم في الطاوة غادي ندخلهم للفران. العافية تكون من التحت حتى غادي يبداو بأنهم بداو كيتحمروا، عاد نشعل عليهم من الفوق باش يكملوا التحمار ديالهم وكذلك الطياب ديالهم. هنا في نفس الوقت يعني بعد ما غادي ندخل الطاوة غادي ناخد كذلك شوية ديال الإفيلي ديال اللوز غادي نوضعوه في الطاوة وغادي ندخلو كذلك الفران على عافية تكون مهيلة بزاف باش ما يتحرقش، لأن الإفيلي د اللوز تيكون حساس شوية، يعني نردو ليه البال. وهنا بعد ما تحمر وكذلك الحلوة ديالتي بعد ما طابت نخليوهم يبردو بجوج. هذا هو الشكل ديالها راه كتجي هائله بزاف. اللي بغاها غير هكايا يرش عليها شويه د السكر كلاصي فممكن راه كتجي معقوله في الحلاوه واخا ما فيهاش السكر. واللي بغاها مسوسه راه بطبيعه الحال ممكن يحطها غير هكايا مسوسه. صافي هنايا غادي ناخدها بعد ما كما قلت بردات. وكذلك الإفيلي ديال اللوز برد غادي نغطس الحلوى ديالتي بالشوكولاط الابيض. هنايا استعملت كالا وغادي نرش عليها الإفيلي د اللوز. بالنسبة للإفيلي د اللوز الا ما كانش ممكن تعوضوه بالكورن فليكس، ما كانش ممكن تكتفيو غير بهاد الشوكولاط الابيض اولا ترشو بالكوك. المهم دائما التزيين راه تيبقى حسب الذوق ديالكم وحسب حتى اشنو متوفر عندكم. ما كتحبوش الشوكولاط راه كما قلت ممكن انكم ترشوها بالسكر كلاصي. راه هاد النوع من الحلوى في الاصل راه كيطرش غير بالسكر كلاصي، لكن دائما باش نوعو في الحلويات ديالنا فانا عندي شي شكيلات كنت درتهم بالسكر كلاصي فهادي درتها بالشوكولاط. وإلا كان الجو سخون راه غادي تدخلوا الحلوى ديالتكم للثلاجة تشد راسها. ما كانش الجو سخون كان بارد راه غادي تخليوها غير فوق سطح العمل حتى غادي تمسك. خليكم حتى الاخر باش تشوفوا كيفاش كتجي. راه كتجي هائله بزاف كتذوب في الفم. ونتمنى انكم صراحه تجربوها لانها فعلا من الوصفات اللي كتستحق انكم تجربوها. بالنسبه للبنات لا غادي يبغيو القياس شحال خرجت ليا بالضبط فخرجت ليا 900 غرام. يعني مش يعني هاد الكميه واخا فيها الشوكولاط وفيها الإفيلين راه ما كتخرجش كيلو كامل. الا بغيتو تخرج لكم كيلو كامل بغيتوها للطلبيات فممكن انكم ديروا 300 غرام ديال الزبده
وتحتفظوا بنفس المكونات، راه غادي تزيدوا غير في كمية ديال الدقيق، ممكن توصلوا حتى 370 أولا 400 غرام ديال الدقيق، وغادي تخرج ليكم كيلوغرام ديال هاد الحلوى. وهذا هو الشكل ديالها، راه كتجي رائعة بزاف والمذاق ديالها هائل فوق الوصف، سواء نسمتوها بالفاني أولا ما نسمتوهاش. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش أنكم توصلوا لأكبر عدد من اللايكات، كذلك تشجعوني بالتعليقات ديالكم. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.